براق مو صور براق، هو وجاهز هيك وصار براق. من وراه طبعا في ابوه، في وراه مطاعم المدينه. تسمع كلمتي بدي اسويك مشهور بالعالم كله، يعني بيسوي فيديوهات دراما. هذا مش صحيح. يعني هو اللي عم يقول ابوي ضحك علي وباع اسمي من وراي وهالكلام هذا. ما راح نوثق هو توقيع. انا بقول لك الحقيقه، هو اللي وقع وهو اخذ المصاري، وانا اعطيه تكيكين، اعطيه سيارات، اعطيه بيوت، اعطيه دنيا. اللي قبضته من ابوك قبضته، اللي ما قبضته بعد فتره بيكبر هالولد من الام الثاني. مشان الخاي تبعه خيو، يعني صار في كيف تسويه. طبعا قالوا عن الأب أنه الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء على غيرها. وقالوا أيضا بالعامية أنه البي هو الشخص الوحيد اللي بيتمنى أنه ابنه يكون أحلى منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومشاهدين صفحة عدسة مواطن لبناني في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أنتم معودين علينا بصفحة عدسة مواطن لبناني أي مقابلة أو أي شغلة أو أي مشكل بنكون عم نطرحها. أولا إذا ما كان في إلها حل ما بدنا نفوت فيها، هاي أولا. ثانيا إذا ما انحلت ولكن بتسلك طريق الحل. وثالثا والأهم انه بدنا نسمع من الطرفين لحتى الرأي العام يحكم. ما فيك انت بحياتك تسمع من طرف واحد تحكم. اليوم نحن قدام قضية ضجت فيها اذا ما بدي بالغ الكرة الارضية، الا وهي الشيف براق ووالده والخلاف اللي اذيع عنه. كل العالم سمعت من الشيف براق شو حكى، وكل العالم او اغلب العالم تهجمت على والد براق. بس هل يا ترى انت سمعت من والد براق شو فيه؟ سمعت شو القصة؟ بدي اسألك سؤال. انت بس بدك تبني بناية، اول ما بدك تبني البناية اذا بدك تبني 10 او 15 او 20 طابق شو بتعمل؟ ما بتقوي الاساس؟ ما بيكون اساس البناية هو اللي بيخليك تبني فوق 10 او 15 طابق او لا؟ كيف كان اذا كان المؤسس الشيف اسماعيل أوزدمير؟ رح تسمعوا معي حقائق يعني المضبوطين بدي احكيهم. وقلنا بالمقدمة انه اكثر شخص هو البي اللي بيتمنى ابنه يكون احسن منه. رجاء انصت واسمع وبعدين احكم. الشيف اسماعيل أوزدمير المؤسس الاول لمطاعم المدينة في اسطنبول، او اذا بدنا فينا نقول مطعم المشاهير، مطعم المدينة في اسطنبول. اولا يعطيك العافيه وشكرا لك على الاستقبال الطيب. وثانيا نورت عدسة مواطن لبناني. نحن اليوم قدام مشكل يعني من المؤسف انه يطلع على الهواء، ومن المؤسف انه ينحكى فيه. لا يشلق انه كل شيء داخلي بالبيت. عندنا مثل باللبناني بيقول انعمل من الحبة قبة. شو صار معك انت وبراق؟ والله نحن وبراق اصلا ما في شيء. تعرفوا الاولاد شباب، ونحن على الشباب تعبنا عليهم كتير. براق مو صور براق، هو وجاهز هيك وصار براق. من وراه طبعا في ابوه، في وراه مطاعم المدينه. اول شيء براق انسان محترم وانسان بحب الناس والناس بتحبوه، وهالشغله هاي انا بفتخر فيها. تربيتك طبيعي لهلان كانت تربيتنا وكل شيء كان مزبوط. واخرا عند اخر سنه سنتين كان هو امه ما يحكي تم. كنا انا معي الاولاد نحن متطلقين. هو انت على خلاف انت وزوجتك؟ ايه. وهو مع امه؟ لا كان معي بالبيت. اوكي. بعد ما صلح هو امه شوي يمكن عم تخرب، يمكن الله يعلم، عم تخرب له دماغه اللي عنده انت صرت اسم وانت ايش بدك من ابوك وانت هيك وانت هيك. يعني عم يتاثر من جنبه. هو اصلا انسان محترم وانسان كويس. يعني براق كان يشتغل معك بالمطعم؟ طبعا بيشتغل معنا بالمطعم ومع بعض نحن.
وقصة براق يعني شيء عجيب يعني. ضربنا وبكى وسبقنا اشتكى. يعني ضربنا وبكي وسبقنا اشتكى يشتكي. يعني أنا ما فهمت القصة يعني. واللي بيسويها هذه الفيديوهات ورا الشلال ورا هذه وهو زعلان، هاي كلها طبعا حركات ومو مزبوطة. أنا عم مزعل من هالشغلات أكثر من شيء يعني. العالم حتى يأثر العالم يعني. براق زعلان وبراق باع السيارات وبراق باع سيارته وقعد على الحديد، هذا الكلام مش ممكن يكون مزبوط. طيب هلا هيدا الموضوع رح نجي عليه نحن. بس أنا بدي في نقطة أبدأ فيها وبدي أقول لك أبو براق. بدي أقول لك أبو براق طبعا. في العلامة التجارية تبعكم هي الخلاف عليها والقصة والضجة اللي طلعت على اسم المطعم المدينة أو اسم GZN براق. نعم. على شو القصة طلعت وهو لمين الاسم فعليا؟ الآن أصلا الاسم هو متابع مطعم المدينة. براق ومطعم المدينة هو واحد ذاته. بس المشكلة نحن من قبل ما بدينا مع براق أنا اسمي جنزانو إسماعيل، وعندي سيارات من قبل 25-30 سنة GZN لوحة. اوكي. براق هو ما عرف اي شيء. انا سجلت له الاسم وانا على اسمه. لو انا له يعني بدي اغلط كنت بسجل الاسم على اسمي. مطعم المدينة كل الملك وشيء الي. انا فكرت يا اخي بالمستقبل لنسوي GZN براق ونخليه مشهور. انا قعدته وقلت له يا اخي عزم تسمع كلمتي، بدي اسويك مشهور بالعالم كله. حلو. وهاي انا سويتها طبعا، والحمد لله صار وكبر ونجح والعالم حبوه، هو حب العالم. هذه أبي بيفتخر فيها يعني. طبعا. ومن سبب المالية اللي بنصحه وبنصح اللي بجنبه اللي عم علموها الشيء، هذا الشيء مو كويس. انت بشغلك انت بدك تنشهر. يعني الكلام اللي بيزعجنا اكثر شيء يعني بيسوي فيديوهات دراما. هذا مش صحيح يعني. صح. يعني بيضحكوا في هون كل الدنيا بتعرفني. امبارح مشيت معك بالشارع 100,000 واحد صح. سلم علي. 100%. نحن يعني GZN براق انت اللي الاسم إلك وسجلت له اياه لبراق باسمه طبعا. هو الاسم على اسمه صح. نعم. بعدين اخيرا بعد فتره اجوا مستثمرين من دبي. نعم. المستثمرين قال يا اخي نحن بدنا مطعم المدينة نفتح بدبي. اصلا كان براق مو مشهور بهالدرجه، هالحكي قبل 4 سنوات. واخي قلنا له نحن مطعم المدينة ما رح نطلع برا، بس بنعطيكم اسم GZN براق. حلو. علامة تجارية. علامة تجارية. اوكي. قالوا اوكي. جينا هون بالمكتب قعدنا قلنا له نسأل براق قلنا له رح نفتح هيك بدبي. عشان تنتظرني بعد سنة انا رح افتح، بس الان انا ما عندي امكانيات افتح. قال لا لازم هلا وما بعرف ايش، وانت عم تحسدوا للمستثمر وعشان كده ما بدك تشتغل معاه وما بعرف ايش. قام جن. قلنا له اوكي. والمهم هو اللي عم يقول ابوي ضحك علي وباع اسمي من وراي وهالكلام هذا. بعنا مستثمر دبي لحد هلا. بعنا مستثمر دبي بقعدة الطرفين. طبعا. اوكي. وانت مقدم له الاسم لبراق واستدعيته وقلت له طبعا. انا بدي بيع. هلا نحن مشاهدينا الكرام رح تشوفوا الصور اللي عم بيوقع عليهم براق، مش ابو براق، هو عم بيوقع عليهم. رح نزودكم فيهم هلا، رح يمرقوا خلال الفيديو. وهو عم بيوقع مع المستثمر من دبي، مع الاردني، مع القطري، مع كل المستثمرين اللي طلعنا عليهم. نعم. اصلا المستثمر هو اللي وقع وهو اللي اتفق، بس انا شفت العقد هيك. وانا بالعقد عشان مطعم المدينة والكونسبت إلي أنا مجهز المطابخ، أنا مجهز المحل، الديكور، كل شيء. هالشغلات هذه براق ما بيقدر يجهزها ولا بيعرفها يعني. نزلنا دبي، أنا شفت المحل وأخذنا المحل وزبطناه وكل شيء، وبراق اجى على الجاهز. الخبر اللي عم يقولوا بالكلام على السوشيال ميديا غلط يعني. هذا ما محب أقول على اسمي كذاب يعني، بس هذا غلط كليا، ما في بالحقيقة ولا كلمة منه. يعني
نحن الخلاف بدا على هيدا المستثمر من دبي او غيره؟ هذا المستثمر على دبي. هيدي عم تقول لي 4 سنين، 5 سنين. إيه؟ بس هلا مين بيع؟ هو الاسم لمين مبيع؟ مستثمر جديد؟ لا 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 لا، وايش جديد عم هذا؟ نحكي عن تبع دبي. تبع دبي هذا مو على جديد، كيف انا بيعه؟ طيب بعدين الاسم انا بدي بيعه، لو بدي بيعه كيف انا بقدر اسمك وليد بقدر بيع اسمك من غير لا ما تعرف؟ طبعا، ما اذا هو صاحب الاسم صح، من غير ما تاخذ المصاري، وهو ما راح يوثق هو توقيع. انا بقول لك الحقيقه، هو اللي وقع وهو اخذ المصاري، وانا اعطيه تكيكين، اعطيه سيارات، اعطيه بيوت، اعطيه دنيا. انت ما استفدت شيء من بيع الاسم ولا مليم. انا ايش قد اني اخذت مصاري زدت فوق منه اعطيته فوق اللي اخذها يمكن مره ثانيه. ايوه يعني هو طبعاً. بيع وهو قبض، هو قبض وانا اعطيته فوق منه. اعطيته ارض هون 7000 متر بتقسيم، اللي بيعرف تقسيم بيعرف تقسيم. اذا نقول سعرها العالم بتجن، يعني سعرها خيالي. هلا انت عم تعطي ابنه. ايه عم اعطيه ابني، طبعا انا مبسوط، عم اعطيه مبسوط وكل شيء تمام. عند الاخر طبعا عندنا من الام اخوه من جوزتي الثاني، امه عم تعبي براسه بتقول له اللي قبضته من ابوك قبضته، اللي ما قبضته بعد فتره بيكبر هالولد من الام الثاني. مشان الخاي تبعه خيو، يعني صار في كيد نسوان. طبعا نسوان، في كيد نسوان انه مشان ما يكوشي هذاك على الصاروي. طبعا لحق حاله. كل شيء المشكله النسوان. طلع عمل هالفرتين. عمل هالفرتين. طيب براق من فتره انا سمعت منك كل الحديث انه كان ناصح. إيه؟ سمين. طبعا عمل عمليه وقال انا مريض. قص معدي. ايه نعم. روج للاعلام انه انا مريض. ايه طبعا. هو كانت غيبته وضعفه كان ناصح وعمل سليف. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، انت عم بتقول لي متابعينا الكرام رح تشوفوا هلا ونحن عم نحكي انا وابو براق، رح تشوفوا كم سياره عنده براق. طبعا الله يرزقه ويزيدوا اكثر واكثر، بس ولكن نحن بنفرجيكم ليس كل ما يلمع ذهب. وقلنا بالفيديو السابق هدوء المقابر لا يعني ان الجميع في الجنه. اذا بيع كامارو حقها 50,000 عنده 2 جي كلاس وعنده شوفوه هون كل سياره حقها مليون و200 الف دولار بتركيا هلا. نعم. اي نعم. عنده ولا الله يزيده، انا ياخذ له اياه هون ومبسوط من هالشيء. وطبعا فيلا قصر رئيس الجمهور اردوغان ما عنده هيك. عم تمرق بالفيديو قدامكم هلا. نعم. إيه. رئيس الجمهور هيك ولا مع المسبح مع المطابخ مع الشغالين، عنده العاب هو حيط تصور على اليوتيوب، ادخلوا شوفوا عنده العاب مليون ونص دولار. خلي يطلع واحد فنان او واحد مشهور يقول انا عندي العاب بالبيت مليون دولار. طبعا بالسوشيال ميديا وطلع، انا انقهرت كثير يعني وسكت، ما حبيت جاوب خالص. بس كل الناس سوونا حرامي، سوونا هذا ظالم، انا ظالم. انا اي واحد بالدنيا ابوه ما شفته ظلمه، الولد شفت كثير ابوه. بس كيف انا ابني بدي اظلمه؟ لو بدي اظلمه انا ما كنت سويته ولا كنت ربيته ولا كنت. انا اتطلقت مع عمه 5 سنين عزابي، ولا يوم ما نمت من غير البيت غير عندهم. صار عمره 15 سنه، انا غسله، انا حلق له، انا كل شيء. طبعا هذا الشيء عم احكيه انا عم مستحي منه طبعا. صح. على كل اب لازم يسوي هالشيء. صح. مين بيظلم ابنه؟ انا عم مسهل المشاهدين، انا عم مسهل الناس اللي عم يعملوا تعليق غلط. اي اب بيظلم ابنه؟ هذا معقول هالشيء؟ هذا يعني هذا فيها منطق؟ وانا اب عندي 1200 شخص بيشتغلوا. خذ الميكروفون وسال لهالآن واحد مش ممكن ياخذ باكل حقه، مش ممكن ظالمه، مش ممكن ما بسويه من غير تأمين بشغلوه، مش ممكن هالكلام. عندك 1200 موظف، 1200 موظف الآن، بس أنا بدفع رواتب فوق $1,000,000 مع الضريبة هذول، بتعرف بدك تعمل لهم تأمين وما بعرف ايش. مليون، بين $1,000,000 و$2,000,000. يعني كيف بدي اصدمه لبراق وبراق سوى حاله مصدوم؟ طبعا حتى يأثر السوشيال ميديا، وانا بالسوشيال ميديا مو قوي. مطعم المدينة قوي، مطعم المدينة، مطعم المشاهير كل الدنيا بتعرفها يعني. نعم.
نعم. وانت شفت المطعم. هلا عم يمرق قدام المشاهدين هسه، ونحن عم نحكي عم تمرق الصور كلها إيه؟ اللي عندك اللي مصورينها بالمطعم شفت والمشاهد. نعم. طيب ابو براك، نحن متابعينا الكرام الهدف من هذا الفيديو، نحن مش ضد براك، الله يزيده محبة والكل اللي بحبه نحن بنحبه. هلا انا شخصيا بحبه لبراك، بس ولكن الظلم مش مزبوط. سمعتوا من براك، عم تسمعوا من بيو لبراك. يعني معقول اسس له وعمل له سوى له، هلا عم يظلموه؟ شو بده يظلم فيه؟ شو بده ياخذ له؟ ما الميل ميل ابو براك والرزق رزق ابو براك، وهو اللي عمله وهو اللي سواه. يعني معقول؟ يعني عن جد خلينا نفكر بالعقل بس لحظات، يعني لنوقف لحظة. وشفتوا المشاهد وشفتوا قديش في املاك. الفيلا انت اللي جايبها. براك مو ولا لو بيطلب روحي وقلبي بعطيه اياها، ما بتقصر؟ ما بقصر طبعا. طيب لو بدي قصر كنت ما بعطيه كل هالشيء، بس شيء الغلط يعني بدي يضربك ضربه ياخذ الكل يعني مره وحده. قديش عمره براك؟ 27 سنه عمره. 27 سنة. 27 سنه. هو يا اخي باع السياره وقعده ابوه على الحديد. هذا كله كلام كذبه، كله شيء. يمكن اذا ببيع ساعة اغلى من السيارة. عنده ساعه 2 أو 3 كل وحده حقها $200. ونزلوا على السوشيال ميديا بشوفوا بالايده، ودخلوا على الانترنت ايش قد حق الساعه. يعني كيف اي حديدي اي حديدي انا مقعده على الحديد وبيعمل سياره. هاي السياره الصفراء قبل 10 سنين كانت عنده، مو هلا. اول سياره اخذت له اياها 15 سنه بيم اكس 5. كان ما عنده رخصه وما عنده اهليه وما عنده اي شيء. لهالان مغير سيارات حوالي 100 وحده يمكن. نعم. هالان بدي شوفوا يعني بالصور موجودات. هاي سياره براك، هاي سياره براك. بس نعم. انا كنت قايل له نحن ناس متواضعين ومن عائله متواضعه، بترجاك السيارات على الانستغرام على الفيسبوك على الميديا لا تحطون، ما تتباهى يعني. لا لا تتباهى، لا تتكبر على العالم. لك الله رزقك، خليك على قد بساطة خلص. انت احتفظ بافراحنا. طيب ابو براك، في مشكله ما رايت عم بتتروج. قال انت اتضايقت لانه ساعد وقت الزلزال. هل هذا الشيء صح او غلط او شو الروايه؟ بدك الحقيقه انا ما كنت اقول حب الكلام. الزلزال كل المساعدات للآن على سوريا أنا بعته، كل المصروف علي على الشركة، كل الفواتير موجودة، بحطها على الطاولة كل الفواتير موجودة. على أنطاكيا صار زلزال، كل المساكين كله. بس أنا إيش عم قول؟ يا ابني يا براك يا حبيبي يا قلبي يا عيوني، يا عيوني، مش بدك تروح تصور أنت وعم تنزل صور وأنت وعم تحمل صور لك مرة مرتين وخلاص، لا تعملها دراما. ايوه انا هاي اللي ما مبسوط منها. ايوه انت إيه؟ متضايق من الذل يعني. انت خلص عم تصور، عملت دعايه ما بيسوى. هذه صارت دعايه. مو انت قصدك انه ساعد على السكايت خلص. لا مو على السكايت، ساعد وصور بس خلص ما تزيدها كثير. انت شوف على الفيديو، فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا، كلها مساعدات موري. هذا يا اخي بتعرف انت السوشيال ميديا ما عم نقول على براك عم يساعد مزبوط. من أنطاكيا من مكان الزلزال يتصلوا فيني قالوا لي يا أخي هدول الفنمان هدول بيشتغلوا بالسوشيال ميديا نحن بدنا نقوسهم بدنا نقتلهم. قلنا له ليش السبب؟ قال يا أخي معه خبزة نص خبزة عم يعطينا مع خبزة مع 10 كاميرا. يعني صار بأنطاكيا وبكان الزلزال بهالشغلات كتير. أنا قلت له لا تنزل نفس المستوى اللي الباقيين، خليك أنت مظبوط. مصلحته. نعم. إيه أنا بدي مصلحته أصلاً. وعند اخر الزلزال راح للحام اللي عم ناخذ نحن منه، نحن المزرعه عندنا بده لحم المحل. اتصل فينا اللحام يا اخي انت بدك تاخذ 500 كيلو لحم، ما عندك ثلاجه، ما عندك شيء تحافظ هاللحم. قلنا له يا اخي بتاخذ هاللحم انت بسم العالم، بتخرب بيتك وبتخرب بيتنا. تنتزع. نعم. اوه ابوي ما اعطاني. يا اخي مين ما اعطى يا ابي؟ من كل اللي اخذوا لهالان والله العظيم صادق كله انا مني يا ابي. ليش انا عم اقول مني؟ عشان هو فارق. انا ما في فرق بيني وبين براك، منه ومني ما في فرق. انا بدي اوريك الصور، انا بعت 20 ترك. هلا بدي اقول الرقم، بدي اقوله يا اخي ايش قد معه مصاري هالزلمه هذا.
ملايين الدولار، مليون فوق مليون دولار انا بيعت مساعدات هذه كله موجود، الديكونت وموجود الفيديوهات وموجود، ولا حطيت ولا فيديو. يعني براق بحب المساعدات اكثر مني، هي معقوله هذا؟ بقول له يا اخي انا براق بدي يفتح محل جديد، الف مبروك له، نحن بدنا نساعده وبده يدعمه طبعا. يعني سوى زي عند الاخر سمعت كلام مو كويس، ان شاء الله مو مزبوطه، بحب اقول لك اياه وما اقول لك اياه. يعني مش بدي يفتح محل، قال بدي يقعد قدام المحل ويبكي. ليش هذا يعني؟ عملها. ايه عملها، ما ايه. عمل عمل فيديو هيك إيه الان انا بقول لك يا اخي بدي اصور فيديو قدام الشلال، انا زعلان وانا شيء براق ظلمني وبراق اخذني. يا اخي هذا العالم بده يقولوا يا اخي يا ايش براق هذا، براق ظالم. صح. هذا الكلام مو مزبوط. شعب عاطفي عاطفي، عم يتاخذ بالعاطفه. ايه. وللاسف يا سيد براق اذا سمعت هيدا الحكي، انت ممثل بارع، وبدنا ننصحك نصيحه لوجه الله تعالى. انا عبد الفقير لله قدامك، والدي متوفي، بتمنى يرجع دقيقتين على الحياه لا يقعد تحت جراي. بس هيدي رح مرق لك اياها، وان شاء الله حدا يترجم لك اياها للعربي اذا ما بتفهم عربي. والمهم براق غالي علينا، والله يعني يجيب له الخير ويجيب له البركه ويساعد العالم. نحن بننبسط من هالشيء، ما بنزعل. يعني هذا المساعدات ابوي منعني، وبراق ابوي ضحك علي ووقع الاسم، باع الاسم من غير خبري. بالعكس هو باع الاسم من غير خبري. يعني خلاص الحديث ما في شيء بيننا وبين براق، ولا نحن تعدينا على اموال براق، كل شيء نحن اسسنا وكل شيء نحن كبرناه، كل شيء اعطيناه. ورجع هو طلع عم بيقول انه نحن هيك. يعني من الاساس ما في مشكل، انما في ضربه حابب يعملها واخذ هو التعاطف. نعم انت عندك متابعين صحتين على قلبك، بيك اللي صنعك وبيك اللي ساعدك وبيك اللي خليك تعمل القصه كلها سوا. يا اخي يعني لو بده يشير حاله كان عمل لإله، كان عمل لإله، كان شهر حاله، كان يعني. انا عندي 1200 عامل كلهم طباخين، احسن طباخين العالم. ليش انا ما جبت واحد من المطبخ سويته مشهور؟ صح. اللي اذا صار مشهور بوجود ابوه. يا ريت انا يكون مثل اب براق. عندي اب، انا ابوي يا اخي اشتغل طول عمره يا اخي، وعندي اخر ايام كل يوم روح بوس ايده واجره، بوس ايده واجره يا اخي. طيب ليش تعب بهالدنيا وربانا وسلانا، ونحن سوينا نفس الشيء لبراق. انا بنصح براق خليه يسكر ابنه. له كلمه لبراق، كلمه اب محب لابنه. الله يهديه لبراق على طريق الصح وعلى المليح وعلى الكويس، ويهدي امه معاه، ويهدي الجماعه اللي معه يوروه الطريق امه صح. الله يهديهم. انا ممنون من البراق، حتى لو تكلم علي، حتى لو غلط علي، انا اب دائما. هو بقلبي، هو من دمي، هو من روحي. انا ما هو زعلان، بس طبعا كل اب له احساسيات، وكل انسان له احساسيات. انا الشيء هذا 100 قناه تلفزيون اجى لعندي بدي اعمل ريبورتاج، ما عملت. ليش؟ ما حبيت زعله لبراق بالمره، بس شفت الموضوع طلع من الطريق خلاص يعني. صح. وهو يعطيهم هالشيء. اي واحد بالعالم هذا ابوه قعدناه على الحديد وما عنده غير سياره، يعني دراما، كلها دراما. بيقعدوا المساء اللي معاه مجموعه، ما بدي اقول مجموعه، بيكتبوا السيناريو وبالنهار بيزبطوها. كلها سيناريو وكلها هالكلام فاشل وكله مو مزبوط، ولا كلمه مزبوطه منها ما في. بالعكس انا المظلوم، وانا اللي شالوا مصاري، وانا اللي ضحكوا علي، وانا اللي اخذوا مني كل شيء، وانا اخذوا مني الملك، وانا اخذت الطابويات. انا المظلوم. بس انا كنت ما عم حس حالي مظلوم بعد الفيديوهات. بعد ما صار هالتصوير وهالحكي وهالضغط وظلم ابوه وباعه وما خلى له شيء، انا بلشت احكي. انا ما عم بقول مظلوم، بدي اعمل لابني، هذا ولدي. انا مو بس عندي براق، عندي اخت براق، وعندي اخت الثاني، وعندي ابن ثاني. انا
هون مجموعه 30 40 الف شخص كلنا قرايبين، وانا اصلي من اصول العربي، انا تركي عربي. هدول مو بس براق، هل بيشتغلوا على السوشيال ميديا الحركات. بنصح اي واحد لا يصدقون هذا كله دراما، كله كتابه، بيقعدوا بيعملوا سيناريو، فيلم، سيناريو، مسلسل. نعم. انا قايل له كلمه 100,000 مره معبيه براسه: الناس عشان حبوك انت ناجح، الناس ما حبوك يصير معك ملايين الدولار كله فاشل. نعم. الابتسامه اول كان براق ما يبتسم، انا بقول لك الابتسامه حين نزلت من وجهك انت خلص رحت. انا بنظلم بسكت، بس عشان ظلموني ما تظلم حدا. ايه ما كمان ما كيف ابنك؟ صح. إيه هلا ابنك كيف بدك تحكي؟ كيف بدك انا يعني مع الغريب يا اخي انا تقبل سكت، كيف بدك تقول يا اخي كلمه يعني بدي احكي على عرضي؟ كيف صح. بدي احكي؟ هلا انا عم احكي ما اعرف ايش عم احكي اصلا. كيف بدي احكي واحد على عرضه؟ بدي احكي واحد على ابنه. لك لو بس وصل. انا المقهور الابن عم يحكي على الاب. بدي اقول لك شغله، وهذا الاب مش بيحكي الابن على الاب، مقهور الثاني. بدي الشباب اللي بعمره صاروا يقولوا يا اخي ابوه ظلمه والاب هيك، صاروا يحكوا على الاب كله. صح. بس هذا شيء غلط. مزبوط. انت براق عندك 50 مليون متابع، 70 مليون متابع، المفروض تقول لهم للشباب ابوكم تحترموه. انا بوجود ابوي صرت وانتم تصيروا مع ابوكم وصيروا واحد وعيلة. يا اخي عشان ما موجود الاب عند الابن كيف بدها تصير العيلة هذا؟ رح مرق هالمقابله ونحن عم نحكي وشوفوها. هيدي المقابله بتنص انه براق كان باحدى المقابلات عم بيقول انا ما الي شيء. صح؟ عم بيسمعوها المتابعين. Arkamda foncu yok, başka insanlar yok. Babam var, yurt dışında ortaklar var. Hep beraber kader birliği yapmışız. Bu markayı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Benim babam 40 yıllık bir iş adamı. 40 yıldır ticaretin içinde. Hatta benim babamın iş şirketinin ismi Aybike Tekstil. Aybike benim ablamın ismi. Düşün ki o kadar eski. Ondan da daha eskisi var. Ama ilk şirketi Aybike Tekstil. 33 yaşında benim ablam. 33 yıldır bu adam iş yapıyor. Şunun bilinmesi lazım. Benim şirkette bir ortaklığım yok. O şirket babamın. Ben de yanında çalışıyorum. Bu şu demek değil ki ya biz para kazanmıyoruz. Biz az kazanıyoruz. Kazanıp da az söylüyoruz. Böyle bir şey yok. 40 yıllık bir iş insanı var. Onun kurduğu bir restoran var. Onun kurduğu restoranın üzerine yenilik getirip ekleyen bir çocuk var. بنصح كل الابات ينتبهوا على الولد ويربوه صح وما يعطوه بسرعه. انا براق اعطيته كل شيء بسرعه. اللي بيعطي لابنه بسرعه اكيد ابنه راح يبغضه، اكيد ابنه راح يدعسه. نعم. هذا درس هذا درس لكل للجميع. الابات للجميع. مش كل ما بيتمنى شيء الولد تعطيه لانك رح تخسره. طبعا لانه رح يصير فيك هاي طبعا نفس راح مسار يخليه يشتغل ويتعب. بس انت يا براق انا رح مرق هالمثل هلا، وبيك بحب الامثله اللبنانيه. قال انبزقنا لفوق بتجي على شواربنا وانبزقنا لتحت بتجي على دقنا. اي مزبوط. طلعت سيرتك وبيتك 70 مليون متابع، جرست حالك قدامهم وحكيت على بيك. يوم ما انت تقول اخ ولا متابع رح يكون حدك، بيك رح يكون فوق راسك وعم يدوس لك حرارتك. انا مو زعلان من البراق، الله يسامحه والله يرضى عليه ويمشيه هذا. يا الله. والله يا براق والله كل ساق سيسقى بما سقى. قلب بيك مفتوح لإلك، حط عقلك براسك، تعبس له ايده، الله يرزقك، هو اعطاك المال، كل شيء خليه لإلك، كل شيء اشتغل فيه مثل ما انت جاي، لا مشلحك ولا ياخذك، بس حط عقلك براسك. ما راح يدم لك 70 مليون متابع، وما راح يدم لك السوشيال ميديا، وما راح يدم لك شيء. اللي ديم لك بيك. قلنا له انت دعاية مطعم المدينة، انت بالواجهة دعاية لمطعم المدينة هاي. وانا قبل سنتين زعل علي، قال راح ياخذ سيارة ويشتغل بالتاكسي. قبل ما لا قبل 4 سنين زعل منك. زعل مني وفي ترك شهود الشغل. ايه؟ ترك الشغل، قال بدي اروح اشتغل على التاكسي، بدي يصير راح التاكسي. خليته 2 3 راح، مش اول زعلي 100 مرة زعل و100 مرة رجع. اوكي روح اشتغل على التاكسي، راح دور واجا وما بعرف ايش، وبعدين جابوه راضوه. قلت له شوف ابني، هذا التاكسي مو تاكسي، ابوك رجل اعمال وانت عم تتكبر عليه، لا تتكبر على البابا. انا خليني بخلال 2 سنين بدي خليك بالدنيا مشهور، احسن شيف واحسن واحد. قال وين انا؟ قلت له انا بدي زبطها، انت ولا يهمك، وانا زبطتها وانا عملتها هاي. طيب. ومشكر كل المشاهدين وكل اللي عم يتابعونا وعم يتابعوا براق.
وهذا الصح، وعزنا غلطنا نحن آسفين. يعني عربيتي مو قوية، بحكي عربي بس بعض الكلمات ممكن لا عداك العيب بشو غلط؟ انت مصدر القوه يعني وانت الاساس. لا يا اخي، يعني أنا يمكن بعض الكلمات تطلع مو مزبوطة. بس ابو براق هيدي المقابله انت والمشاهدين، هيدي مش تبرير، إيه. هيدي عم نحكي الحقائق. انت مصدر القوه وانت الاب وانت الاساس وانت العحاء. بدي أعيدها مرة تانية، العقد هو زبطه، وهو أخذ المصاري، وهو أخذ الملك، وهو أخذ كل شيء. انتهى الموضوع. وهو كل شيء. متابعينا الكرام، نأسف على طولة الفيديو، ولكن لابد انه من التوضيح. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.